بعد خضوعه لعدة عمليات جراحية إثر تعرضه لحادث سير خطير كاد يودي بحياته لولا ألطاف الله، بدأ الفنان هشام بهلول يتماثل للشفاء، فقد غادر المستشفى العسكري بالرباط ليقضي أياما وسط عائلته بالبيضاء في انتظار بداية الترويض الطبي، الشيء الذي كان له الأثر الإيجابي على نفسية الفنان. دعوات ديال الناس، يعني من غير أنا نقول جمهور الفني، لا الناس بصفة عامة، يعني ناس لأنه قالوا لي وصلتني أصداء بأنه ناس حتى ما كيعرفونيش شخصيا كيدعوا وكيسمعوا التحركات ديالك أو اسمو كيدعوا معاك، وهذا ثابت دينيا بأن الدعاء يعني يساهم في رد القدر، والله سبحانه وتعالى هذا من باب رحمته وسعت كل شيء. فكنشكرهم وكنشكر أكيد يعني صاحب الجلالة محمد السادس، لأنه بالعمل ديالو أنه كيقولوا عليه ملك الفقراء، وهذا شيء ثابت. العائلة الصغيرة تتذكر قلقها وانتظارها لمدة 12 يوما استفاقة هشام من الغيبوبة، ولكنها تذكر أيضا بكل ارتياح العناية والحب اللذان حظي بهما هشام بهلول في محنته. ربي كبير، لأنه كان فقد الشعور، توقف له القلب، ومع الدعاء والرضا كانوا معه، ودعاء الإخوان والأخوات وجميع المسلمين من بعيد ومن قريب وقفوا معه الدعاء ديالهم. الحمد لله والشكر لله من اللي وليدي جاء وهو في كامل وعيه، ولله الحمد والشكر. في انتظار شفائه الكامل يصر الفنان المتألق هشام بهلول على شكر كل من سانده وآزره إثر الحادثة الأليمة التي تعرض لها، بل ويناشد كل مستعمل الطريق على الحيطة والحذر تفاديا لأي مكروه.